ابلع. يا ولادي الايه، يا ولادي الايه يا اهلي. قال لك اصل الاهلي هيكسب زد وهيستفيد من اي نتيجه هتحصل في ماتش الزمالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحلقه جديده من ليالي دوري نايل، الدوري المشتعل، الدوري الحماسي، الدوري الصعب، الدوري اللي النهارده الاهلي بيتعادل فيه مع فرقه زد 1-1، وسيراميكا بيتعادل مع وادي دجله 1-1، وكل فرقه من الفرقتين بتخسر نقطتين في سباق المنافسه على بطوله الدوري. النهارده هكلمك سريعا عن ماتش الاهلي وزد، ولكن ده مش مهم خالص، يعني هكلمك بسرعه كده عن الماتش واحداث الماتش واللي حصل النهارده برضو من الكابتن طارق مجدي حكم اللقاء، وبعد كده ننقل على مباراه الزمالك وبيراميدز، الحاجه اللي تخصنا، الحاجه الاهم، وازاي الزمالك يقدر يكسب بيراميدز، لان الزمالك لازم يكسب بيراميدز عشان يفرق بعدد من النقاط عن بيراميدز وعن الاهلي. النهارده الاهلي قدام زد، سوء حظ طبعا لفرقه النادي الاهلي، واحسن ان هم كان عندهم سوء حظ النهارده، ياما كانوا محظوظين وياما كسبوا ماتشات اصلا من غير ما يلعبوا كوره. يعني هو كسب الجونه وبعديها كسب سموحه من غير ما يلعب كوره، النهارده لعب كوره في اخر تلت ساعه من الماتش بعد كم من الحزم مش طبيعي من لعيبه النادي الاهلي، والرصه اللي رصاصها يسترب بيلعب بسبع او ثمان مهاجمين، كل اللعيبه موجوده في الملعب، الشحات موجود في الملعب، بن شرقي في الملعب، زيزو في الملعب، تريزيجيه في الملعب، امام عاشور في الملعب، مروان عثمان في الملعب، فتقريبا كل نجوم الاهلي شاركوا النهارده. فرقه زد النهارده عملت ماتش كبير قوي، كابتن محمد شوقي للماتش الثاني على التوالي بيقنع الناس اللي بتتفرج بعد ماتش عظيم جدا قدام نادي الزمالك، ولكن النهارده بيقدر ياخد نقطه من النادي الاهلي بعد اداره للجيم ولا اروع، قدر يقفل على كل المفاتيح بتاعت النادي الاهلي، وفي نفس الوقت كان عنده نسبه من الحظ، والحظ ما بيجيش غير للمجتهد، فالكابتن محمد شوقي كان مجتهد النهارده وكان يستحق انه يخرج بالثلاث نقاط، لانك لو رجعت للعبه بتاعت الهدف الثاني بتاع زد بتاع نجاسه، الكره دي مش اوفسايد، الكرة دي مش اوفسايد، وارجع شوفها في اللايف بتاع المباراة، لان المخرج لما عادها من زاوية معكوسة وقال لك اصل الخط ده مش عارف الاحمر سابق الخط الازرق بقد ايه، فهي اتحسبت اوفسايد. دايما الحالة اللي هي فيها 50-50 وفيها شك لازم تصب في مصلحة الاهلي، ولكن في النهاية الحمد لله الاهلي بيخسر، الاهلي بيتعادل بس بيخسر نقطتين، والاهلي بيبعد عن صداره الدوري الجوله دي، الاهلي مش هيتصدر الدوري مهما حصل ايا كانت نتيجه الزمالك وبيراميدز، الزمالك لو كسب الزمالك هو اللي هيبقى متصدر بفرق 3 نقط عن بيراميدز، وده اللي ان شاء الله يحصل، ولو الزمالك خسر هيبقى بيراميدز هو اللي متصدر وبفرق 3 نقاط عن نادي الزمالك وبفرق 3 نقاط عن النادي الاهلي، ولكن يبقى الحال على ما هو عليه، الزمالك حاليا هو اللي متصدر جدول ترتيب بطوله الدوري، وده اللي ينقلنا بقى لمانشستر سيتي اللي احنا هنلاعبهم. كنت عامل لك فيديو حوالي 3 ايام ازاي تكسب بيراميدز، النهارده جاي اكد لك بعد ما شفنا بقى قائمه الفريق هنا وقائمه الفريق هنا، اللعيبه اللي غايبه هنا واللعيبه اللي غايبه هنا، اكلمك عن كل تفاصيل مباراه الزمالك وبيراميدز اللي ان شاء الله الزمالك يقدر يكسبها وياخد 3 نقط، هما مش 3 نقط بقى، الماتش ده ب9 نقط، الماتش ده ب6 نقط عن بيراميدز وب6 نقط عن الاهلي، يعني هتفرق 3 نقط عن بيراميدز و3 نقط عن الاهلي، وفي نفس الوقت هيبقى المواجهه المباشره بينك وبين بيراميدز ليك فيها افضليه قبل بدايه الدور الثاني، وده اللي ان شاء الله هيحصل. فرقه بيراميدز على الورق فرقه مرعبه، فرقه عندها اسامي كتيره جدا، فرقه في كل خط عنده نجم، لعيبه متالقه، لعيبه عندها استمراريه، استقرار اداري موجود في النادي بكم الفلوس طبعا اللي بيدفعوها في الاستثمار بتاعهم، وفي نفس الوقت استقرار فني مع المدير الفني يوريتشيتش، الراجل ده بقى له معاهم فتره، عمل شكل للفريق، قدر يحقق دوري ابطال افريقيا، خسر الدوري السنه اللي فاتت بتفاصيل بسيطه بدون التطرق للتفاصيل دي، وفي نفس الوقت منافس شرس على البطولتين السنه دي، منافس شرس على بطوله الدوري ومنافس شرس على بطوله دوري ابطال افريقيا، فانت بتلاعب فرقه من احسن الفرق اللي موجوده في القاره. هبدا لك الموضوع بالمميزات اللي عند فرقه بيراميدز، اخطر 5 لعيبه موجودين في بيراميدز انا قلت لك عليهم، على راسهم طبعا محمد الشيبي، محمد الشيبي اللي لازم تخلي بالك منه، ومحمد الشيبي ده زي ما هو نقطه قوه هيبقى نقطه ضعف، وده اللي هقوله لك في نقاط الضعف اللي ان شاء الله يستغلها الكابتن معتمد جمال. محمد الشيبي نص الملعب عندهم نص ملعب مرعب، اللي موجود فيه وليد الكارتي، اللي بالمناسبه هيلعب المباراه، مش زي ما ناس بتقول ان وليد الكارتي واخد 3 انذارات وهيبقى موقوف في ماتش الزمالك، لا وليد الكارتي موجود في القايمه، وليد الكارتي ما خدش انذار في مباراه سيراميكا، فوليد الكارتي هيشارك في مباراه الزمالك وهيتقل من وسط ملعب بيراميدز اللي مش محتاج اصلا وليد الكارتي عشان يبقى تقيل. انت بتتكلم عن نص ملعب موجود فيه مهند لاشين وموجود وليد الكارتي كارتكاز مساند لمهند لاشين، وفي نفس الوقت عندهم ناصر ماهر اللي بيطلع نار من بقه في الفتره الاخيره مع فرقه بيراميدز، وهو حاليا هداف الدوري مع عدي الدباغ ومع محمود حسن تريزيجيه اللي سجل النهارده هدف انقذ بيه النادي الاهلي.
فانت عندك الشيبي وعندك وسط الملعب، وضيف على كده عنصر المهاره اللي موجود فين في خطه الهجومي. عنصر المهاره اللي موجود عند مصطفى فتحي المميز جدا في الواحد على واحد، اللي هيتعب محمود بنتايج وفي نفس الوقت محمود زلاكا. ومعرفش بقى هل زلاكا اللي هيلعب ولا قطه اللي هيلعب، ولكن بنسبه كبيره هتشوف زلاكا، وهيبقى في سويتشات هتتعمل بين زلاكا ومصطفى فتحي. ده هيروح ناحيه اليمين شويه وده هيروح ناحيه الشمال شويه، وهيفضلوا يعملوا سويتشات على مدار ال 90 دقيقه عشان يحاولوا على قد ما يقدروا يستغلوا المشاكل اللي عند نادي الزمالك، لان انت عندك مشاكل في خطك الدفاعي خصوصا في الناحيه اللي موجود فيها محمود بنتايج. ضيف على كده بقى النقطه الرابعه، فيستون مايلي. عندهم فيستون مايلي مهاجم مرعب، مهاجم من نص فرصه خلص لهم ماتش. ارقامه السنه اللي فاتت مش افضل، السنه دي مش افضل حاجه، وفي نفس الوقت ما بينافسش على هداف الدوري، وفي نفس الوقت غالبا ده اخر موسم لفيستون مايلي مع فرقه بيراميدز، اللي بالمناسبه بيحاولوا يتعاقدوا مع وسام ابو علي برقم خزعبلي، بس ده مش موضوعنا برضه. ففيستون مايلي نقطه قوه مرعبه موجوده عند فرقه بيراميدز. ضيف على كده بقى عنده الدكه، يعني النقطه الخامسه في نقاط القوه الدكه بتاعت بيراميدز، دكه تقيله قوي. الدكه اللي موجود فيها مصطفى زيكو، مروان حمدي، احمد سامي لو مش هيلعب، علي جبر لو مش هيلعب، اسامه جلال لو مش هيلعب، عنده برضو محمد حمدي اللي تعاقدوا معاه من فرقه انبي اللي كان بيلعب في نادي الزمالك. عنده لعيبه كتير وعنده اكتر من حل. قطه لو مش هيلعب هيكون موجود على الدكه، حامد حمدان لو مش هيلعب هيكون موجود على الدكه، كريم حافظ لو مش هيلعب هيكون موجود على الدكه. ففرقه مدججه بالنجوم. ففكره انه عنده دكه تسنده ايا كان سيناريو الماتش، ده برضه بيصعب الماتش عليك، ودول اهم 5 نقاط قوه موجودين في فرقه بيراميدز. بس هل الفرقه دي ما بتخسرش؟ لا، الفرقه دي بتخسر عادي جدا. هل الفرقه دي ما بتستقبلش اهداف؟ لا، بتستقبل اهداف عادي جدا. واخر 10 ماتشات لبيراميدز استقبلوا اهداف في حوالي 6 مباريات. ففرقه عندها مشاكل، انت لازم تستغل المشاكل دي، وخصوصا ان عندهم مشكله هكلمك عليها في العيوب بتاعه فرقه بيراميدز، تعتبر هي نقطه قوه في فرقه نادي الزمالك في الفتره الاخيره مع الكابتن معتمد جمال. نقاط الضعف عند بيراميدز مبدئيا النقطه اللي كل الناس عارفاها زي ما هي نقطه قوه، فكره الزياده الهجوميه عند محمد الشيبي. محمد الشيبي عنده مشكله في فكره التغطيه وفي فكره المساحات اللي بتبقى ورا ظهره لما بيطلع في هجمه لنادي بيراميدز، بطيء جدا في الرجوع والمسانده الدفاعيه. ضيف على كده الناحيه بتاعت محمد الشيبي مين اللي بيخدم عليها كوينج؟ مصطفى فتحي. فمصطفى فتحي برضه مش احسن وينج يساند الباك دفاعيا. فاذا عندك الجبهه دي فيها مشكله في الحته الدفاعيه، لازم انت تستغلها. يبقى الناحيه الشمال بتاعتك اللي موجود فيها بنتايج، لازم بنتايج يبقى عنده ادوار هجوميه ويبقى قدام وينج يسانده في الادوار الهجوميه دي وفي الادوار الدفاعيه. يعني الماتش كله لو جينا نلخصه بعنوان هيبقى عنوانه الشيبي وبنتايج. الشيبي وبنتايج اللي هيكسب الميني ماتش بين الاثنين لعيبه دول، هو اللي فرقته هتكسب الماتش. الشيبي جامد جدا هجوميا وضعيف دفاعيا. بنتايج عنده توازن، بنتايج هجوميا ممتاز جدا وفي نفس الوقت دفاعيا عنده بعض الملاحظات، فعايز وينج يقدر يساعد بنتايج، وده اللي هقوله لك في التشكيله، الامثل لفرقه نادي الزمالك. اما النقطه الضعف الثانيه نقطه التمركزات الدفاعيه. ارجع كده لماتشات بيراميدز الاخيره وخصوصا في الدوري قدام المحله او حتى قدام فرقه غزل المحله، انت لسه قايل المحله، قدام المحله او قدام سموحه او قدام انبي، بيراميدز عنده مشكله خطيره في الكرات الثابته. بيراميدز بيستقبل اهداف من الكرات الثابته، لعيبه بيراميدز ما بتتمركزش بالشكل السليم ولا الشكل الصحيح في ال 18 لما بيكون عليهم ضربه ركنيه او عليهم فاول من على حدود ال 18. فلازم اللاعب اللي هيلعب الضربات الركنيه او الركلات الثابته اللي موجوده على حدود 18 يبقى عنده الكفاءه انه يترجم لي ده الاهداف. اللعيبه اللي في ال 18 تحاول تستغل سوء التمركز اللي عند خط دفاع بيراميدز. فنقطة لازم يركز عليها الكابتن معتمد جمال، ولازم يكون اللعيبه اتمرنوا عليها، لان الزمالك في الفترة الأخيرة سيء جدا في الضربات الركنية وسيء جدا في الفاولات اللي مع حدود 18، لدرجة ان انا ناسي هو احنا اخر فاول جبناه جول او اخر كورنر اتسجل منه هدف كان امتى. سيئين جدا، على الرغم ان الزمالك بيحصل على ركلات ركنية كتير جدا في المباراة. فلازم تستغل النقطه دي، ما دام هي نقطه ضعف موجوده في بيراميدز لازم تستغلها احسن استغلال، لان الماتش ده هيخلص بتفاصيل صغيره. انا مش عارف انا بعرق ليه، انا بعرق عرق مش طبيعي، بس ده من الفرحه، ويا ريت تكمل لي الفرحه وتتاكد انك عامل سبسكرايب وانك مفعل زر الجرس وانك عامل لايك للفيديو وتسيب لي كومنت محترم، احتفالا بتعادل النادي الاهلي مع فرقه زد النهارده. فده بالنسبه لنقطه الضعف الثانيه عند فرقه بيراميدز. نقطه الضعف الثالثه دي بقى انا لاحظتها،
فكره ان بيراميدز كده كده فرقه بتلعب لعب شامل، بتلعب لعب ضغط عالي على حامل الكره. لما انت بتيجي تبني اللعب بتلاقي عندك 3 4 لعيبه بيضغطوا. عنده عيب بقى في الحته دي في حال مشاركه ناصر ماهر، ان هيبقى عنده في الملعب 2 لعيبه ما لهمش لازمه، خرجهم بره الجيم. 2 لعيبه لو انت بتبني الهجمه بالاثنين مدافعين بتوعك حسام عبد المجيد او محمد اسماعيل، او حتى لعيبه وسط الملعب محمد شحاته او حتى احمد ربيع، عنده 2 لعيبه ما لهمش لازمه في الضغط، وهم مصطفى فتحي وناصر ماهر. ناصر ماهر ده خرجه خالص. ناصر ماهر من أسوأ اللعيبه اللي في خط الهجوم اللي تضغط لك على الفرقه المنافسه، وده اللي كنا بنشوفه مع نادي الزمالك. ففكره وجود مصطفى وناصر ماهر هيعملوا لهم شكل هجومي خطير، بس في نفس الوقت مش هيقدر يطبق ليوريتشيتش فكره الضغط العالي على حامل الكره. فده هيساعدك في الطلوع بالهجمه، ده هيساعدك في انك تقدر تطلع بالهجمه، ده هيساعدك في ان مفيش مشاكل في الطلوع بالهجمه. بس لازم اللعيبه بتاعتك تكون مركزه في كل باص بيطلع من خط الدفاع. لو انت هتلعب بيلد اب من عند الحارس من عند المهدي سليمان، وده اللي لازم تعمله عشان تقدر توصل الكوره لخطك الهجومي بشكل سليم. فعنده 2 لعيبه في خطه الهجومي مش هيساعدوه في الضغط العالي. اما الحاجه الثانيه وهي نقطه محمد الشيبي برضو، يعني هي النقطه الاولى هناخد من النقطه الاولى ونكمل على النقطه الرابعه. ان هو عارف ان محمد الشيبي ومصطفى فتحي الناحيه دي دفاعيا مش احسن حاجه. الناحيه دي لو فيها لعيبه مميزه هتكون عامل مؤثر جدا في انتصار نادي الزمالك. فهو هيعمل ايه؟ طبيعي جدا لما الشيبي هيزيد في هجمه هيستغنى عن لاعب من وسط الملعب انه يرحل مكان الشيبي. ومين اللاعب ده؟ مهند لاشين. فبالتبعيه هتلاقي وليد الكارتي هو اللي بيستقبل هجمات نادي الزمالك من العمق، وده اللي يخليك تنقل خوان بزيره لما الهجمه تكون ناحيه الشمال، تنقل خوان بزيره من عند الوينج ويروح في عمق الملعب يبقى صانع العاب، مع الزياده اللي يعملها بقى محمد ابراهيم، او الزياده اللي يعملها محمد شحاته، او الزياده اللي يعملها اي لاعب ناحيه اليمين. ولكن خوان بزيره وجوده في عمق الملعب لما الهجمه تبقى موجوده ناحيه الشمال عند محمود بن تايج في المساحه اللي هيسيبها الشيبي، لازم بزيره يكون موجود، هو اللي هيعرف يتعامل مع وليد الكارتي، لان الكارتي هو اللي هيكون بيستقبل او الصداده اللي موجوده في نص الملعب مكان مهند لاشين عشان يستقبل هجمه نادي الزمالك. فلازم ترحل بزيره لنص الملعب وتستفيد من امكانياته في الواحد على واحد قدام وليد الكارتي. ودي النقطة اللي أنا كلمتك عليها، إن الزمالك مميز قوي 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 في الفترة الأخيرة في المرتدات والتحولات. وفي نقطة تانية، نقطة لما الفرقة اللي قدامك بتبني الهجمة عندك أكتر من لاعب في نص الملعب بيضغط. ارجع لمحمد السيد والهايلايتس بتاعت محمد السيد في آخر كام ماتش، هتلاقي محمد السيد سبب رئيسي في معظم أهداف نادي الزمالك بسبب الضغط اللي بيعمله. بيعمل اسكان، بيشوف الهجمة بتتحضر إزاي، بيقفش لاعب معين في تحضير الهجمة، بيقطع عليه، بيعمل تاكل. الفرقه وهي بتحضر هجمتها، الفرقه اللي بتلعبنا وهي بتحضر هجمتها، ضغط محمد السيد على لاعب من عندهم بالاسكان اللي بيعمله بيخلي الزمالك يترجم الهجمه دي لهدف. حصلت في الماتش الاخير قدام زد، حصلت في ماتش كايزر تشيفز، وحصلت في ماتش سموحه. حصلت اكتر من مره. فوجود محمد السيد في ماتش زي ده ضروري جدا جدا جدا، ضروري من الناحيه البدنيه، ضروري من ناحيه التعامل مع وسط ملعب بيراميدز القوي جدا. وفي نفس الوقت ان محمد السيد ده يعتبر هو الجوهره بتاعت معتمد جمال في وسط الملعب، بيترجم له الحاجه اللي هو عايزها في فكره الضغط. الزمالك ما بيضغطش ضغط عالي اللي هو هاي بريس كل اللعيبه بتضغط على حامل الكره، لا، ده ممكن يحصل لو الزمالك بيتاخر في النتيجه. لكن في التفاصيل العاديه في الماتش الزمالك بيضغط بمحمد السيد بس، اللي هو صانع الالعاب اللي لازم يكون موجود في تشكيله نادي الزمالك. ودي كده تبقى عيوب فرقه بيراميدز. ده اللي ينقلنا لتشكيله بيراميدز هتبقى عامله ازاي. يوريتشيتش هيلعب ازاي؟ مبدئيا يوريتشيتش هيلعب بال4-3-3. احمد الشناوي في حراسه المرمى، ثنائيه دفاعيه مكونه من محمود مرعي واحمد سامي، باك يمين محمد الشيبي، باك شمال عليها اختلافات شويه، ممكن يلعب بكريم حافظ عشان كريم حافظ هو الاجهز في الحته دي، لان كريم حافظ لو ما لعبش هيلعب بحامد حمدان، لانه مش هيلعب ماتش زي ده محمد حمدي، هيلعب بحامد حمدان للماتش الثاني على التوالي زي ما حامد حمدان لعبها في ماتش غزل المحله. فكريم حافظ او حامد حمدان، لو لعب بحامد حمدان دي نقطه ايجابيه لنادي الزمالك. حامد لعيب كويس ولكن بيلعب في مركز غير مركزه زي ما حصل مع محمد ربيعه في فرقه زد. نص ملعبه هيلعب بمهند لاشين، وجنب منه وليد الكارتي في مركز البوكس تو بوكس او مركز الارتكاز المساند لمهند لاشين، وقدامهم ناصر ماهر، على اليمين مصطفى فتحي، على الشمال محمود زلاكا، ومهاجم الفرقه هيكون فيستون مايلي. هم دول اقرب 11 لاعب هيبداوا المباراه. وعنده دكه قويه، حامد حمدان لو مش هيلعب لعيب يفرق معاه من على الدكه، عوده الفخوري، زيكو، مروان حمدي، لعيبه كتير موجوده على الدكه تفرق معاه في احداث اللقاء وفي سيناريوهات المباراه. الناحيه الثانيه بقى انت تلعب ازاي؟ انت هتلعب بنفس التشكيله، هتلعب بنفس التشكيله اللي بيراميدز بيلعب بيها، ال4-3-3 او ال4-1-2-1-2.
الاربعه 1 2 1 2 دي الاربعه 3 3 بتتغير الاربعه 1 2 1 2 في احداث المباراه زي ما قلتها لك. اللقطه اللي بيراميدز بيحاول يبني فيها اللعب انت بتنقل خوان بزيرة اوتوماتيك في عمق الملعب عشان يتعامل هو مع وليد الكارتي. فالاربعه 3 3 دول مين اللي لعبها؟ المهدي سليمان في حراسه المرمى لا خلاف عليه. قلبين الدفاع حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل لا خلاف عليهم. باك يمين محمد ابراهيم اكيد لان عمر جابر مش جاهز لمباراه بيراميدز وده كويس، ده في مصلحتنا لا خلاف عليه. الناحيه الثانيه محمود بنتايج لا خلاف عليه. اذا الخمس لعيبه في خط الدفاع مع حارس المرمى محدش هيختلف عليهم. اما عن نص الملعب انا من وجهه نظري هتبدا باحمد ربيع وتستغل الحاله اللي موجوده عند احمد ربيع والدوافع اللي عند احمد ربيع بعد الهدف اللي سجله في مباراه زد حسن بيه لنادي الزمالك. 3 نقط مهمه قوي. استغل الحته دي بقى، استغل الحته دي عشان يحل لك ازمه الديفندر اللي عندك ازمه فيها على مدار كل الماتشات اللي فاتت لما بتلعب بشحاته في مركز 6. فاحمد ربيع هو اللي يلعب ديفندر، جنب منه محمد شحاته. قدامهم مش عبد الله السعيد. ليه مش عبد الله السعيد؟ مش هيعرف يجاري نص ملعب بيراميدز. عبد الله السعيد كان بيعاني في مباراه زد وده اللي قلت لك في الفيديو اللي فات، كان بيعاني قدام الصغيري وقدام كباكا وقدام محمود صابر، كان بيعاني قدام نص الملعب ده. معدل الاعمار مش هيساعده، معدلات الجري مش هتساعد عبد الله. فوجود محمد السيد هيفيد في النقطه الفنيه اللي كلمتك عليها في عيوب بيراميدز. ومحمد السيد لازم يشارك في المباراه دي لانه هيعرف يتعامل مع نص ملعب بيراميدز بعامل بقى الروح وعامل الشباب وعامل الحماس اللي موجود عند محمد السيد في الفتره الاخيره. وينج يمين خوان بزيرة، وينج شمال احمد فتوح. لا تقول لي شيكو بنزا ولا تقول لي احمد شريف ولا تقول لي احمد رغيف ولا حتى تقول لي عدي الدباغ. اللي يلعب الماتش ده احمد فتوح. ليه؟ لان لو رجعت لمباراه الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري ارجع لتعامل احمد فتوح مع محمد الشيبي. احمد فتوح من اكتر اللعيبه اللي في الكره المصريه كلها حافظه محمد الشيبي وعارفه تتعامل معاه. فوجود فتوح كعامل مساند لبنتايج دفاعيا وهجوميا هو شيء ضروري جدا، شيء حتمي، شيء هيكسبك الماتش. لان انا قلت لك ان الماتش هناك، الماتش في الناحيه الشمال، الماتش عند بنتايج والشيبي. اللي هيعرف يكسب الميني جيم دي هو اللي هيكسب الماتش. فوجود فتوح كمساند لبنتايج دفاعيا قدام مصطفى فتحي والشيبي الجبهه الخطيره جدا هجوميا وفي نفس الوقت يسانده هجوميا في الجبهه الضعيفه دفاعيا، ده شيء مهم جدا جدا جدا. اما عن مهاجم الفرقه وده برضو زي ما قلت لك ناس كتير ممكن تختلف معايا فيه، انا من وجهة نظري لازم تلعب بعدي الدباغ مش ناصر منسي. ليه؟ لانك عايز مهاجم ديناميكي اكتر، عايز مهاجم دريبلر اكتر. ناصر منسي يكون ورقه موجوده على الدكه معاك تقدر تستخدمه الشوط الثاني، لكن اللي يبدا المباراه ويهلك لعيبه بيراميدز في خط دفاعها هو عدي الدباغ. عدي الدباغ دريبلر اعلى من ناصر. ناصر منسي مع كامل الاحترام اللي بيقدمه الفتره الاخيره، ناصر مرهق اصلا بدنيا، ناصر مرهق من كم المشاركات اللي شاركها في الفتره الاخيره. فعدي ما شاركش كتير، عدي الفتره الاخيره كان مريح وكان بينزل الشوط الثاني. فعدي لازم يكون موجود هو المهاجم الاساسي في مباراه بيراميدز. ودول من وجهه نظري هم ال11 لاعب اللي لعبوا: المهدي، حسام، اسماعيل، محمد ابراهيم باك يمين، محمود بنتايج وينج شمال، احمد ربيع ديفندر، بوكس تو بوكس محمد شحاته، مركز 10 محمد السيد، وينج يمين خوان الفنا بتزيرة، وينج شمال احمد فتوح، ومهاجم الفرقه عدي الدباغ. دول بالنسبه لي هم افضل 11 لاعب يبدا بيهم الكابتن معتمد جمال عشان يقدر يسيستم المباراه زي ما هو عايز هجوميا ودفاعيا. سيناريو الماتش الامثل من وجهه نظري، سيناريو الماتش الامثل ان الزمالك يبتدي هو اللي يسجل، لان الزمالك لو مش هو اللي هيبادر بالتسجيل هنخسر الماتش ده. الزمالك لازم هو اللي يسجل الاول. هو ممكن بيراميدز يسجل والزمالك يكسب بعديها، بس انا بقول لك على ما قبل المباراه برؤيتي كده، بيراميدز لو سجل الاول هيكسب الماتش ده 2-3. لكن لو انت سجلت الاول الزمالك ممكن يكسب بيراميدز سكور. لو الزمالك سجل الاول وبيراميدز فتح خطوطه والديفوهات اللي موجوده في تشكيله يوريتشيتش اللي واضحه جدا في الفتره الاخيره ظهرت بزياده، الزمالك هيعرف يستغل كل المشاكل اللي موجوده دي ويكسب بيراميدز سكور. مش مجرد يكسب بيراميدز، يكسب بيراميدز سكور في ماتش هو الاهم في مشوار نادي الزمالك في الدور الاول. انت خسرت من النادي الاهلي، ما ينفعش تخسر من بيراميدز. لسه الدوري، يعني ما بقولكش ان احنا لو كسبنا خدنا الدوري، ولكن مكسبك لمباراه بيراميدز دوافع نفسيه غير عاديه. بصوت الكابتن محمد الكواليني اللي كان زعلان قوي النهارده بسبب ماتش النادي الاهلي وزد، يا حرام كان زعلان قوي، ده كان زعلان لما زد جاب التاني. ما علينا، دوافع نفسيه مش طبيعيه هتبقى موجوده عند اللعيبه، انك خلاص هيبقى عندك ماتش انبي وماتش الاتحاد، ماتشين ب6 نقط.
يبقى انت تقريبا كسبت 8 ماتشات او 9 ماتشات متتالي في الدوري. دي ما حصلتش مثلا من ايام الجيل الذهبي في نادي الزمالك، انك لو كسبت بيراميدز وانبي والاتحاد يبقى الزمالك كسب 9 ماتشات متتالي. مكسب الزمالك لمباراه بيراميدز يساوي فوز الزمالك ب7 انتصارات متتاليه. 7 انتصارات متتاليه. فاضل لك ماتشين والدور الاول يخلص، فاضل لك ماتشين. والله اعلم بقى الاهلي ممكن يعمل ايه، بيراميدز يعمل ايه قبل نهايه الدور الاول، وممكن يقعوا بالمستوى اللي الاهلي بيلعب بيه والسباك اللي بيدرب الاهلي ممكن يقع وارد جدا في الماتشين اللي فاضلين له برضه في الدور الاول. بس انك تخش الدور الثاني وانت متفوق ب3 نقط على بيراميدز وعلى الاهلي، ومتفوق على بيراميدز في مواجهه مباشره، ده هيفرق معاك قوي، ده هيفرق معاك قوي قوي قوي. وعشان كده هي دي اهميه اللقاء. على فكره الزمالك لو اتعادل مع بيراميدز هيفضل متصدر الدوري، مش هيبقى في فرق نقط بينه وبين بيراميدز، هيبقى الافضليه للزمالك بفرق الاهداف، وهيبقوا الاثنين فارقين عن الاهلي بنقطه. لا، لو عايز تاخد الدوري اكسب، ما تلعبش على التعادل. لو لعبت على التعادل هتخسر، لو لعبت على التعادل هتلاقي نفسك مركز تاني، لو لعبت على التعادل هتخسر. بيراميدز مش هيسمي عليه، لان بيراميدز مش من نوعيه الفرق اللي تقول لك ملعب على التعادل واستنى اللي ممكن يحصل. لا، فرقه مرعبه هتنزل تلعب على المكسب. يبقى انت تحاول تقراهم وتكسبهم، تحاول تقراهم وتكسبهم. ماتش صعب طبعا، ولكن تمنياتي طبعا بالتوفيق لنادي الزمالك والتوفيق للكابتن معتمد جمال، والاستمرار بتاع الكابتن معتمد جمال في الطريق الصحيح لفرقه نادي الزمالك، الفرقه اللي حاليا ما بقاش عندكم اي مشاكل كلاعيبه. كل الاخبار بتيجي على ان اللعيبه خلاص خدت جزء كبير جدا من مستحقاتها، مفيش مبررات. انتوا من احسن اللعيبه في مصر. وكنت عامل فيديو اصلا على منصات تانية مقارنه بين سكواد بيراميدز وسكواد الزمالك. الدنيا قريبه، الدنيا قريبه. هتلاقي الزمالك عنده لعيبه تتفوق على لعيبه بيراميدز في مراكز معينه. فهو عنده فرقه جامده وعنده دكه وعنده استقرار، واللعيبه بتاعته ما عندهاش ضغوطات جماهيريه وما عندهاش ضغوطات اعلاميه، وكل الكلام اللي انت عايز تقوله مفيش مبررات. انا بالنسبه لي الماتش ده حياه او موت. الماتش ده ما تخسروش على الاقل، حتى لو تعادلت وحتى لو خسرت احنا كده كده مش هنهد المعبد وهنفضل ندعم في الفرقه. بس الماتش ده لازم تكسبه، ده اللي لازم يكون عند اللعيبه. الحاجه اللي الجمهور بيفكر فيها، انا عايز اللاعب يفكر بدماغ الجمهور. لعيبه الزمالك بالحماس والروح اللي موجودين في الفتره الاخيره لو دماغهم شغاله زي دماغ الجمهور، لعيبه الزمالك دي تاخد كل البطولات اللي قدامها، تاخد دوري وتاخد كونفدراليه وتكسب ال6 ماتشات بتوع الدور الثاني. الدور الثاني معجنه. الدور الثاني هيبقى فيه الاهلي وبيراميدز والمصري وزد ووادي دجله، وممكن بقى البنك الاهلي ممكن وسيراميكا كيلوباترا. فالدوري ده مش هيتحسم الا مع صفاره الحكم في اخر جوله، ولكن اللي هيبقى عنده افضليه بعدد من النقاط في الدور الاول هتفرق معاه، هتفرق معاه على مستوى النفسيه، هتفرق معاه على مستوى ان هو مش مضغوط زي باقي الفرق اللي بتحاول تحصله. فلازم ده اللي يوصل من الكابتن معتمد جمال، اللي عامل شغل محدش يقدر يلومه لو حصل اخفاق في الفتره الجايه. ولكن تمنياتي بس بالاستمراريه، الاستمراريه اهم. احنا بندعم وهنفضل ندعم وهنفضل ورا الفرقه حتى لا قدر الله مباراه بيراميدز لو انتهت باي نتيجه مش على هوا جمهور نادي الزمالك، هنفضل ندعم في الفرقه لحد نهايه المشوار. ولكن تخيل معايا لو الفرقه قدرت تكسب بيراميدز، ولا كلمه، ولا كلمه احلى من اي حاجه عاملها بلبن جديده في رمضان. احلى من القشطوطه، واحلى من اللوزيه، واحلى من الكشخه، واحلى من كنافه وبسبوسه، واحلى من اتوال، واحلى من العبد، احلى من الحلويات كلها. سيناريو مثالي لنادي الزمالك في بطوله الدوري. فاللي حصل النهارده بتعادل النادي الاهلي يخليك تنزل تاكل النجيله عشان خاطر ماتش بيراميدز ده. وزي ما قلت لك ماتشات بيراميدز مش هتكسبها كوره بس، ماتشات بيراميدز عايزه تفاصيل بره الملعب وجوه الملعب تكسبك. التفاصيل دي تاخدها من جمهورك اللي هيكون موجود. الجروب مش موجود اللي هم الشباب بتوع الوايت نايتس، ولكن جمهور الزمالك حجز تذاكر كتيره قوي من مباراه بيراميدز، هيكونوا موجودين بكره. مفيش ناس هتنظم لهم الهتافات بس هيكونوا موجودين. لو قعدوا 90 دقيقه بيهتفوا العب يا زمالك بس، ده هيكون دافع للعيبه. فخد من جمهورك وتعامل في الملعب. الماتشات دي مش هتكسبها كوره بس، الماتشات دي تكسبها كوره وتكسبها حوارات وتكسبها نوش وتكسبها تخبيط وتكسبها بالضغط على الحكم وتكسبها بالضغط على الفرقه المنافسه وتكسبها في الثنائيات وتكسبها في الهوائيات وتكسبها في السكند بول، تكسبها في حاجات كتيره قوي. لازم اللعيبه بكره تلعب مباراه بيراميدز بتركيز فوق ال 150%، وباذن الله كامل التوفيق لنادي الزمالك ويقدروا يكسبوا المباراه الصعبه امام نادي بيراميدز. حقك عليا لو مطول عليك، ولكن كنت عايز اتكلم بعد مباراه الاهلي مباشره
عشان يبقى واصل لك عامه انا بفكر في ايه، لان كل النسبه الاغلب من جمهور الزمالك تقريبا بتفكر بنفس التفكير اللي انا بفكر فيه. لازم تكسب بيراميدز في مباراه الجوله ال20 عشان تحقق دوري اعجازي. الجيل الحالي لو حقق بطوله الدوري السنه دي هيحفروا اسمهم بذهب في تاريخ نادي الزمالك، هيحفروا اسمهم بذهب في تاريخ نادي الزمالك. فلازم ده يبقى واصل للعيبه، وكامل التوفيق للكابتن معتمد جمال، وكامل التوفيق لل11 لاعب اللي هيختارهم للمباراه ايا كان هم مين. لكن تمنياتي بس انه يكون قاري الجيم كويس، وقاري المشاكل اللي عند بيراميدز، ويقدر يتعامل معاها ويقدر يستفيد منها. وباذن الله الزمالك هو اللي هيكسب مباراه بيراميدز النهارده، ويحقق 3 نقاط هتكون الاهم في الدور الاول في مشوار نادي الزمالك في بطوله الدوري المصري. واسف اني طولت عليك، ولكن لو عجبك كلامي وعجبك تحليلي مباراه الزمالك وبيراميدز في ليله مباراه الزمالك وبيراميدز في ليالي دوري نايل الممتع والمثير، الليالي الرمضانيه، اتاكد انك عامل سبسكرايب، اشتراك في القناه. وبشكرك على الدعم الكبير اللي حصل لي في الفتره الاخيره، وخصوصا اخر فيديو. وان اخر فيديو عجبك لان كنا بنتكلم فيه يعتبر كوره بلدي بحته. هو ده اللي انا هحاول اعمله الفتره الجايه. واسف لو انا ما بعملش مونتاج، لقيت كومنتات كتير عن موضوع المونتاج. انا ما بيبقاش عندي وقت وما عنديش الامكانيات ان اعمل مونتاج، ده هيجي مع الوقت ان شاء الله. فدعمك اهم حاجه، اللايك، السبسكرايب، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي اول باول. وبعد مباراه نادي الزمالك وبيراميدز باذن الله اجي لك بفيديو نحتفل بفوز نادي الزمالك واستمرار نادي الزمالك في الحاله الاعجازيه اللي بيعملها في المنافسه على بطوله الدوري. وان شاء الله في نهايه الموسم هنحتفل كلنا ونقول الدوري في 100 عقبه.